تخيل شخص بيطلع على حياتك كأنه حلم، بيحفظ ملامحك، نبرة صوتك، وحتى تفاصيل عيونك. انت بتفكره ملاك مرسل، بس الحقيقة انه هو عم يقراك مو ليحبك، بس مشان يعرف بالضبط وين يوجعك وكيف يسيطر عليك. هذا هو سوء الحظ الأكبر، أن تعشق الإنسان النرجسي. أول ما بيقتحم حياتك بغرقك بالاهتمام، بيسألك عن كل صغيرة وكبيرة، بيتذكر أدق التفاصيل اللي قلتله إياها، بيضحك معك، بيدعمك، بيخليك تصدق إنك أخيرا لقيت توأم روحك. بس الحقيقة المؤلمة إنه هو ما كان عم يجمع معلومات مشان يتقرب منك، هو كان عم يبني ملف كامل عنك ليستخدمه ضدك لاحقا. وأنت يا مسكين مع الوقت رح تبدأ تشوف ملاحظات صغيرة بس بتوجع، مواقف بحسسك فيها بالذنب حتى على أخطاء هو عملها. ممكن يقلك جمل مبطنة بتقلل من قيمتك، مثلا بيقلك أكيد أنت فهمان غلط، أو أنت حساس زيادة عن اللزوم. وكمان ممكن يختفي فجأة لأيام أو أسابيع، وبعدين بيرجع وكأنه ما صار شي، وإذا سألته بتصير أنت الغلطان لأنه برأيه أنت ما وثقت فيه. أحيانا بينتقد مظهرك أو شغلك بطريقة مزح جارحة، وبيقلك أنا عم أمزح بس أنت اللي معصب. بيتعمد يقارنك مع أشخاص تانيين ليزرع فيك شعور النقص، مثلا فلانة بتفهمني أكتر، أو فلان بيعرف يتصرف أفضل منك. ووقت بيشوفك مبسوط أو ناجح بيحاول يخرب عليك اللحظة أو يقلل من فرحتك. وفجأة الشخص اللي رفعك بيصير هو نفسه اللي عم يكسرك، وهون بتبدأ اللعبة النفسية. بيخليك تشك بنفسك، بعقلك، بذاكرتك، وحتى بإحساسك. بعد ما تلاحظ كل هاي التصرفات، ليه صعب تطلع من العلاقة مع النرجسي؟ لأن الحب اللي عطاك يا بالبداية كان مثل جرعة مخدر، عقلك ربط وجوده بالمتعة والأمان، وحتى لما صار يأذيك أنت بعدك مستني ترجع لهديك اللحظة الذهبية الأولى. والشي الأصعب يلي رح تواجهه بهي المرحلة إنك رح تبدأ تلوم نفسك، يمكن أنا السبب، يمكن لو تغيرت رح يرجع يحبني مثل الأول. وهون رح تفوت بدائرة مفرغة من العطاء يلي بلا مقابل، دائرة تستنزفك لآخر نفس. لازم تعرف شغلة كتير مهمة، إنه النرجسي ما بيحبك، هو بيحب إحساسه لما يسيطر عليك. يعني ما بيهتم إنك تحزن أو تفرح، بيهتم بس يكون هو محور الحياة ويكون المركز وأنت تدور حواليه. التعامل مع النرجسي مو معركة قوة، لأنه هو دايما بغير قواعد اللعبة. السر أنك توقف تماما عن لعبته. تعلم تحط حدود واضحة ولا تحاول تغيره، لأنه ما بيشوف نفسه غلطان أصلا. تعلم تتجاهل استفزازه، لأنه التجاهل حيكون أقوى صفعة ممكن يشوفها منك. وارجع ركز على نفسك، على أصحابك، هواياتك، الأشياء اللي كانت تساعدك قبل ما يدخل حياتك. وإذا اكتشفت إنه العلاقة مؤذية وما في مجال للتحسن، فالانسحاب بهي الحالة والخروج من دائرة النرجسي ما اسمه خيانة ولا ضعف ولا هزيمة، هو إنقاذ لنفسك. لازم تفهم إنه الحب الحقيقي ما بيجي من شخص بيكسرك ليحس بقوته، والإنسان النرجسي بيضل يدور على شخص يعطيه الانتباه، وأنت لما توقف عن منحه هذا الوقود فهو الخاسر الأكبر حتما، مو أنت وقلبك وحياتك يلي رح تعيشها مرة واحدة أهم من أي حب مشوه، وأغلى من أي شخص نرجسي بهاي الحياة. ليه بعدك ناطر؟
خد قرارك وانسحب وفورا، واوعى تسمح لنفسك تكون ضحية ولعبة بإيد الإنسان النرجسي. كل الحب الحقيقي إلكن أصدقائي، تضلوا بخير وبأمان الله.